صار لي موقف جميل صراحة أثر في قلبي كثير. كنت يوم من الأيام ألقي محاضرة في جامع الأمير سلطان عندنا في مكة، فتكلمت عن الاستغفار. فلما انتهيت من الكلمة وجيت خارج مع باب الجامع إذ برجل يناديني: يا شيخ عبد الرحمن. التفت إن الرجل ما أعرفه، لكن سبحان الله أول ما رأيت الرجل يا أخي حبيته في الله كذا. قال لي: يا شيخ عبد الرحمن أقول لك حاجة عني قولها للناس، ونقولها والله ما أقولها رياء ولا سمعة، لكن أنا وجدت الأثر في الاستغفار. قال: أنا أستغفر الله قرابة في اليوم كم تتوقع يا شيخ؟ والله أني أنقل كما قال الرجل. يقول قرابة 30,000 مرة أذكر الله سبحانه وتعالى. لما قال لي هذا الكلام سألته سؤال وجاوب لي جواب والله دمعت منها عيني. قلت: طيب يا حبيبي، أنت ما شاء الله إنسان تذكر الله ولسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. قلت له: إيش حصلت من الاستغفار؟ إيش وجدت أثر الاستغفار في حياتك؟ جميل، سؤالك ترى في محله. تعرفون إيش قال لي؟ قال لي: هذا الرجل والله ما رفعت يدي أطلب الله حاجة إلا قضى الله حاجتي. لا إله إلا الله. إلا أعطانا الله سبحانه وتعالى سؤال. هذه أرسل رسالة لكل من يسمعني، اللي مديون، اللي يريد الزواج، اللي يبحث عن الوظيفة، اللي مهموم، اللي يبغى السعادة، اللي يبغى الراحة. جرب الآن وانت في بيتك وانت في سيارة